السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواتي وحبايبي عاملين إيه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي أحسن حال. كل سنة وأنتم طيبين، كل سنة وحبايبكم بصحة وخير وسعادة، اللهم آمين يا رب العالمين. شايفين الجمال والحلاوة ديت؟ شايفين البيتزا بتاعتنا؟ بسم الله ما شاء الله، حاجة كده زي العسل، حاجة جميلة. شايفين شكلها؟ بسم الله ما شاء الله. يلا بينا عشان ندخل الفيديو، بس قبل ما ندخل في الفيديو لايك وشير للفيديو. شايفين من تحت عاملة إزاي ووشها من فوق عامل إزاي؟ بسم الله ما شاء الله. لايك وشير للفيديو ويلا نشوف هنعمل ايه. معايا هنا ربع فرخة، صدر يعني نص الصدر. هاخده كده اعمله في الكبة، افرمه في الكبة زي ما انت شايفة كده. ومعايا بصلتين كبار وشوية من التوم حلوين كده، وهحط عليهم معلقتين من الزيت، وهاخدهم كده على البوتاجاز وهقلبهم كده عشان نديهم تشويحة ولون حلو كده. وهنشوف هنعمل ايه، خليكي معايا لاخر الفيديو. هنحط مكون كده حلو هيدي للفراخ بتاعتنا طعم جميل، هتشوفيها معاكي وهتشرب منه بسم الله ما شاء الله. هتديكي احلى حشوة كده للبيتزا، بسم الله ما شاء الله. تعملي بيها البيتزا طعمها زي العسل، طعمها جميل. شايفين اللون البصل بتاعنا حلو ازاي كده؟ بسم الله ما شاء الله. مش عايزة أغمّقه، أنا عايزاه بس حاجة كده زي الفل زي ما أنتِ شايفة كده. ونزلت عليها بالفراخ بتاعتنا، طبعًا أنا مش عاملاها في المفرمة، أنا عاملاها في الكبة بالمعلقة كده وهتفكها من بعضها. ولو لقيتيها كده مكتلة معاكِ ما تقلقيش، هتتفكي كده بضهر المعلقة كده وتفكيها من بعضها، وهتبقى معاكِ جميلة وزي الفل بسم الله ما شاء الله. شايفين الجمال وشايفين الحلاوة، وهنحط عليها بقى المكون اللي قُلت لكم عليه، هيخلّيها زي العسل إن شاء الله. قلّبي كده وأنتِ بتقلّبي بضهر المعلقة كده، وافركيها كده هتسيب من بعضها وهتلاقيها معاكِ بقت جميلة وزي الفل. بسم الله ما شاء الله، حاجة زي العسل. كده قلّبنا الفراخ بتاعتنا، وكل ما بتقلّبيها بتفركي بضهر المعلقة وما شاء الله. حطينا عليها إيه بقى، هنحط عليها معلقة من البهارات، وهنحط عليها معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، ونقلّب مع بعض كده. وهنحط كمان إيه، هنحط عليها ورقتين من اللورة، وهنحط عليها بقى حابة تحطّي فلفل حامي حُطّي، عايزة تحطّي حامي على بارد، عايزة تحطّي بارد زي ما أنتِ حابة. أنا حطيت فلفل بارد علشان طبعًا إحنا في صيام، ومش عايزين حاجة مشطشطة يعني وكده. ده حسب ما أنتِ حابة تعمليها، حامية باردة زي ما أنتِ عايزة. كده بقى ضِفنا إيه، ضِفنا اللي هي عصير الطماطماية الحلوة ديّة، ده بقى اللي هيفرق معاكِ في الطعم وهيخلّيها لِك زي العسل بسم الله ما شاء الله. لإن الفراخ بتاعتنا بقى هتغلي كده مع الطماطم، مع الفلفل، مع البهارات، مع ورق اللورة، وهتخلّيكِ بقى تدوقي أحلى طعم للفراخ بتاعتنا. نزلت كده بشوية من الملح، وشايفين بقى بتشكشك إزاي، شايفين بسم الله ما شاء الله. الطماطم بقى كده بتخلّي الفراخ بقى تشرب منها وبتبقى زي العسل. شايفين كل ما تقلّبيها تفرديها تاني علشان بقى إيه، تشرب من بعضها كده وتدّيكِ طعم زي العسل بسم الله ما شاء الله. زي ما أنتِ شايفة كده. ومعايا كمان حلة على العين البوتاجاز التانية، هنعمل إيه، هنعمل الصلصة بتاعة البيتزا اللي هندهن بيها وش البيتزا. معايا معلقة زيت في الحلة وسخنت كده، ونزلت عليها بالطماطم بتاعتي وهاسيبها بقى لمّا تغلي. هنحط إيه كمان، هنحط عليها شوية محترمين كده من التوم، بسم الله ما شاء الله بيدّيها طعم وريحة زي العسل. أنا مش محمّراه، يا دوبك التوم بس قطّعته كده. حطيت كمان معلقة صغيرة من السكر علشان الحموضة بتاعة الطماطم، وحطيت معلقة من الفلفل الأسود، وحطيت شوية صغيّرين من الشطة، وحطيت شوية من الكمون وشوية من الكزبرة الناشفة، وحطيت شوية من الملح. شايفين بقى، وهاسيبها تغلي مع نفسها. وشايفين الفراخ بتاعتنا بسم الله ما شاء الله. شايفين بقى الصوص اللي نازل كده من الفراخ ومن الطماطم، ده بقى هو اللي بيدّيك الطعم الحلو. بس إحنا مش عايزين فيها أي مَيّة من ديّة، إحنا هنسيبها بقى تتشرّب مع نفسها، وهنشوف هنعمل إيه. معايا هنا كيلو من الدقيق نخلاه كويس، هننزل عليه بقى بإيه، هننزل عليه بباكو من الخميرة الفورية، اللهم صل على النبي، ومعلقة كبيرة من السكر، معلقتين كبار من اللبن البودرة علشان خاطر أنا ما عنديش لبن حليب. لو أنتِ عندِك لبن حليب بتعجني بيه بيخلّيها لِك طعمها زي العسل. أنا باعجنها دايمًا باللبن الحليب، بس عشان ما عنديش حطيت معلقتين من اللبن البودرة، وهاحط معلقة صغيرة من الملح، وأقلّب بقى الحاجات الحلوة بتاعتنا دي كده. ومعانا كمان ربع كوباية من الزيت، وهاخدهم كده وننزل على الأرض ونعجن بقى. الدقيق ده طبعًا مش دقيق زيرو أو دقيق فاخر، ده دقيق قمح. يعني أنتِ لو عندِك دقيق قمح ماشي، عندِك دقيق اللهم صل على النبي فاخر ماشي، بس ده دقيق قمح يعني من العلامة الأولى. باعجن كده كويس، لمّا شوية مَيّة بشوية صغيّرين علشان خاطر ما تبقاش طرية معايا،
والمَيّة طبعًا بتاعتنا فاترة علشان خاطر إحنا في الجو ساقعة وكده، فلازم المَيّة بتاعتِك تكون دافية مش سخنة أوي ولا باردة أوي، يعني إيه دمع العين كده. بتلمّي بقى العجين وبتنزلي حبّة بحبّة كده لحد أمّا العجين بتاعنا يتلم معانا علشان خاطر تبقى عجينة ناعمة وحلوة وزي الفل. بسم الله ما شاء الله شايفين حاجة كده زي العسل. آخر ما عجنت كده نزلت بشوية الزيت بتوعنا بقى عشان نلم العجينة، تعجني كويس علشان العجينة كلّها تشرب الزيت اللي معاكِ ده، وتدخّلي الزيت في العجينة وتلمّي، هتطلع معاكِ عجينة ناعمة وعجينة زي الفل. وجرّبيها كده يا إمّا باللبن الحليبي يا إمّا باللبن البودرة ومعاها شوية الزيت دُولة، هتدّيكِ طعم، هتلاقي طعم البيتزا بتاعتِك بسم الله ما شاء الله، العجينة بتاعتها بتكون طعمها جميل وزي الفل. لمّي كده العجين بتاعِك كويس، وننضّف الطبق بتاعنا كده من العجين، والعجينة هتلِم معانا وهتبقى زي الفل. اللهم صل على النبي. لو وصلتوا معانا لحد هنا ما تنسوناش في لايك وشير للفيديو، ربنا يبارك له في عمركم يا رب. لو لقيتيها كده بتتشبّط منِّك في إيديكِ تعملي إيه، هتجيبي معلقة واحدة بس من الدقيق تسلّكي بيها إيديكِ كده ما فيش أي مشاكل، ما تقلقيش، حتى لو طلعت ليّنة معاكِ ما فيش أي قلق، معلقة بس كده من الدقيق وهتسلّكي بيها إيديكِ، هتبقى معاكِ العجينة زي الفل ما شاء الله. اللهم صل على النبي، عجينة جميلة، عجينة ناعمة وطرية وزي الفل، كده نلمّها وتعجنيها عجنة كويسة محترمة كده علشان خاطر تبقى العجينة معاكِ تدّيكِ النتيجة الحلوة، النتيجة المطلوبة. بسم الله ما شاء الله شايفين اتلمِّت معايا وبقت حلوة أهيّة وعجينة ناعمة وعجينة زي العسل. هاغطّيها كده بقى وهاسيبها لمّا تخمر. شايفين الفراخ بتاعتي ما فيهاش أي مَيّة خالص، شربت الصوص اللي هو كان فيها كلّه ما فيهاش أي حاجة. فاضل معانا الصلصة أهيّة، بس لسه الصلصة بتاعتنا طرية كده، لأ أنا عايزاها ما فيهاش أي مَيّة، عايزاها تخينة. ما شاء الله شايفين بسم الله ما شاء الله العجينة بتاعتي ملت الطبق إزاي، بسم الله ما شاء الله خمرانة وحلوة وزي الفل، علشان طبعًا أنا دفّيتها وغطّيتها كويس، فادّتني النتيجة الخُمر الحلوة ديّة والخميرة بتاعتي كويسة. جِبت الصواني اللي أنا هاحُط فيها البيتزا بتاعتي بقى ودهنتها بشوية من الزيت كده، وهادهن الصواني بتاعتي طبعًا أنا هاقسّمها على 3 بيتزايات بسم الله ما شاء الله اللي أنتم شُفتوهم في أول الفيديو، حجمهم جميل. وشوفي بقى تخيّلي كده أنتِ لو بتشتريها من برّه هتشتريها الواحدة بكام، لكن أنتِ حاجة كده عاملاها طبعًا ومتأكدة من نضافتها ومتأكدة إن حاجة صحّية وحاجة زي الفل وأنتِ عاملاها بإيديكِ بسم الله ما شاء الله. وكمان كمية ما شاء الله يعني 3 بيتزايات بالكمية ديّة، شوفي بقى كل واحدة تبقى سعرها كام، عليها الحشو بتاعها ده بسم الله ما شاء الله، يعني عليها كمية كبيرة هتشوفوها دلوقتي. فردت معايا كده البيتزا بتاعتي أهيّة زي ما أنتم شايفين، وهاجيب شوكة كده وهاخرّمها كلّها كده، كل البيتزاية بتاعتي هالِف عليها كده بالشوكة وهاخرّمها علشان ما تقبّش معايا وأنا باخبزها. بسم الله ما شاء الله شايفين الجمال والحلاوة. لايك وشير للفيديو، أحلى أخوات في الدنيا كلّها، ما تحرمش منكم ولا من تعليقاتكم الجميلة، دايمًا منوّرينّي ومشرّفينّي، ربنا يبارك لي في عمركم يا رب. شكرًا ليكم وشكرًا لتعليقاتكم الجميلة، أحلى أخوات في الدنيا كلّها، ربنا يبارك في عمركم ويجعل أيامكم كلّها خير وبركة وسعادة وهنا، اللهم آمين يا رب العالمين. شايفين الصلصة بتاعتي أهيّة ما شاء الله تخينة كده ما فيهاش مَيّة ولا فيها أي حاجة، زي ما أنتم شايفين سِبتها لمّا اتسبِّكت كويس كده على النار وما بقاش فيها أي مَيّة، شايفين أنا باشيلها بالمعلقة كده بتطلع معايا زي ما أنتِ شايفة كده. هافرد بقى الصلصة على البيتزا بتاعتي كده كلّها، بس أهم حاجة ما تخلّيهاش تنزل من على الصينية علشان ما تنزلش تحت البيتزا كده وتحرقها معاكِ. بسم الله ما شاء الله جرّبيها بالطريقة ديّة وجرّبي الصوص بتاع الفراخ ده كده، هيبقى معاكِ زي العسل، لإنها طبعًا شربت من الطماطم اللي إحنا حطيناها عليها وادّتنا النتيجة الجميلة الحلوة اللي زي الفل ديّة، بسم الله ما شاء الله. وادّت لِك ما شاء الله يعني بصراحة بتخلّي طعمها بتفرق، يعني الطماطم اللي أنا حطيتها على الفراخ بتفرق جدًا في الطعم، إن أنتِ تعمليه كده من غير العصاج ده من غير الطماطم، لأ الطماطماية اللي أنا حطيتها ديّة اللي بتفرق جدًا، جدًا في الطعم. كده وزّعت الفراخ بتاعتي على ال3 بيتزايات اللي معايا زي ما أنتم شايفين كده، وهاجيب بقى الفلفل أحطه كده على الوش، طبعًا أنا حاطاه فلفل بارد مش حاطة فلفل حامي، دي حاجة ترجع لِك أنتِ عايزة تحطّي معاه حامي ماشي، ما فيش أي مشاكل، بس أنا حطيته بارد. وكمان ده الزيتون كنت أنا مخلّياه لرمضان، جِبت كده وخليته كده وطلّعت منّه البذر بتاعه ووزّعته على البيتزا بتاعتي، بسم الله ما شاء الله، حاجة زي العسل، حاجة تفتح النِفس، حاجة أنتِ عاملاها كده بإيديكِ، حاجة كده ما شاء الله. طبعًا أنا ما عملتهمش بدري، أنا عملتهم كده يعني إيه،
قبل الفطار ييجي ب10 دقايق ولّعت الفرن وحطيتهم كده جنب منّي، وطبعًا كنت وأنا قبل ما أعملهم كنت جنب منّي كده باحمّر مشوية بطاطس وأي حاجة كده جنبهم، وهتعملي أحلى فطار وأحلى بيتزا بسم الله ما شاء الله. أنا حطيتها كده ما حطيتش الجبنة الموتزاريلا على الوش علشان خاطر ما تحمرش معايا وتنشف، أنا باحطها كده الأول لحد بس أمّا تاخد معايا لون من فوق ومن تحت، وبعد كده باتنّي حاطة بقى الجبنة ويا دوبك بس الجبنة تدخل الفرن تسيح، مش عايزة الجبنة بتاعتي تحمر، أنا عايزاها بس تسيح كده على وش البيتزا بتاعتي. شايفين بسم الله ما شاء الله، يا دوبك بس ثواني كده بتسيح الجبنة معايا كده وباطلّعها وأحط بقى الصينيتين التانيين، وزي ما عملت في الأولانية باعمل في الاتنين التانيين. شايفين كده ما شاء الله أخدت لون من فوق ومن تحت، أحط بقى الجبنة بتاعتنا وهاحطها برضه دقيقة واحدة بس كده تسيح معايا، وبعد كده أطلّعها وهنشوف البيتزا بتاعتنا عاملة إزاي، بسم الله ما شاء الله حاجة كده جميلة وزي الفل. شايفين الجمال، شايفين الحلاوة، ده كان الفطار بتاعنا النهارده، أتمنى الفيديو يعجبكم وأتمنى طريقتي في البيتزا تعجبكم، وأترككم في رعاية الله وحفظه، وأشوف وشكم على خير. شكرًا ليكم وشكرًا لتعليقاتكم الجميلة، أحلى أخوات في الدنيا كلها. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوناش في لايك وشير. في رعاية الله وحفظه، مع ألف سلامة.